لو قدامي يوم واحد بس قبل ما ابعت الرواية بتاعتي للنشر، فدول 3 حاجات هتأكد ان انا عملتهم في الرواية. اولا، اني استخدم الحواس ال5 في المشاهد. هما ايه؟ السمع، البصر، الشم، التذوق، واللمس. ولكن لما هاجي هستخدمهم حسب الموقف. يعني مثلا لو البطلة بتاعتي دلوقتي موجودة في الغابة، فهي كده ممكن تسمع صوت العصافير، هتشوف، طبعا هوصف الغابة ذات نفسها، هتشم ايه لو مفيش حاجة مميزة خلاص. ولكن لو هي دخلت حقل مليان ورود، فهنا انا ممكن اوصف ريحة الورد. تذوق، لو هي اكلتها مثلا توت بري، فهنا ممكن اوصف طعمه. طيب ما اكلتش يبقى مش هوصفه. اللمس، لو في حاجة مميزة شبه مثلا ملمس الخشب اللي هي سندت عليه، هنا ممكن اوصفه. طيب ده ما حصلش، مش محتاجة ان انا اوصف حاجة. لعبة الحواس ال5 مش ان انت تحشرها في المشهد، وانما ان انت تستخدمها بشكل ذكي. المشهد محتاج ايه؟ قبل ما نكمل الحاجتين التانيين، احب افكرك على السريع ان روايتي ان شاء الله هتكون موجودة في المعرض، سواء اثير او لهيب التانيين، ونفسي هكون موجودة يوم الجمعة 23. الحاجة التانية هتكون show don't tell، أرني لا تخبرني. دي بتكون ازاي؟ يعني من الاخر، دلوقتي احنا مثلا لو هي لسه في الغابة، والرواية مثلا المفروض تكون رعب، فهي البنت خايفة صح؟ بس انا بقى مش هقعد طول الوقت اقول هي خايفة، هي خايفة، هي خايفة، هي خايفة. هحذف الرواية في الحيطة. اما المفروض مثلا هعمل ايه؟ انا لو قلت مرة ان هي خايفة، ده كده تيلينج، انت حرفيا قلت الكلمة. هكمل بقى الباقي شوينج، او اصلا مش هستخدم التيلينج. طيب شوينج ازاي؟ بدل ما تقول خايف هتقول ان ايديها كانت حرفيا بترتعش. بدل ما اقول خايف هقول ان جحظت عينيه. بدل ما اقول ان هي خايف هقول ان هي حست زي ما تكون قلبها اتقبض. كل حاجة تانية ممكن نوصف بيها الخوف هوصفه بيها من غير ما استخدم الكلمة. مش عارفة فاكرين الفيديو ولا لا، بس وقتها كنا بنقول قولي انك من اسكندرية من غير ما تقولي انك من اسكندرية. الحاجة التالتة والاهم، ابدأ بداية مشوقة مختلفة. هتأكد بس ان البداية تشد القارئ اصلا ان هو يكمل، لان لو البداية حلوة فهو هيكمل على الاقل التت الاولاني من الرواية. طيب مشوقة مختلفة ازاي بقى؟ هديكم مثال. كان في مسلسل اسمه Fated Hearts، ده مسلسل صيني كان بادي بان البطلة بتقتل البطل بسهم اخترق صدره. دي كده اول 3 ثواني حرفيا فيه، يعني ممكن تفتحوا تبصوا على اول دقيقة تتفرجوا عليه هم عاملينه ازاي. ودي حاجة دايما كنت بسمعها وهي start with a conflict، ابدأ بالمشكلة. مسلسل تاني اسمه The Double، مسلسل صيني برضو تحفة. بيبتدي بإيه؟ بإن في زوج راجل بيدفن مراته وهي حية في الأرض. هتقولي لا استني بقى، هو ايه اللي وصلهم لمرحلة ان هو يدفنها وهي حية؟ والسؤال بتاعك ده هو اللي هيخليك اصلا تكمل المسلسل كله. بعد كده نعرف بقى ايه اللي بيحصل وهي هتعمل ايه وهكذا. فعزيزي الكاتب، لو قدامك يوم واحد بس قبل النشر، هنصحك انك تراجع ال3 حاجات دول، لان هما من اهم الحاجات. ولو عايز تسمعهم بالتفاصيل فتقدر ترجع لاكتر من 50 نصيحة موجودين عندي على البيج. لو ليك في كتابة ستوري تيلينج ما تنساش تعملي فولو.